السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام. أتمنى من الله أن تكونوا في تمام الصحة والعافية. لو أول مرة بتتابعونا على القناة من فضلك اشترك في القناة وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. إليكم نشرة أخبار مصر اليوم. العناوين: اليوم محاكمة 10 مسؤولين بمستشفى 6 أكتوبر لاتهامهم بالتسبب في إصابة 75 مريض بالعمى. اليوم نظر تجديد حبس المتهمين بالاعتداء على طفل بالمرج. اندلاع حريق في عقار مكون من 9 طوابق بالجيزة، والحماية الميدانية تحاول السيطرة بكفالة 20,000 جنيه خلال سبيل مدربة الأسود لوبيا الحلو في واقعة شبل المسرح القومي. القبض على سائق سيارة نقل جامعي بعد اصطدامه بسيارتين وهروبهم في النزهة. خلافات على ملكية منزل تنتهي بتعدي بعصا خشبية بين شقيقين في كفر الشيخ. ضبط عامل توصيل بتهمة ملاحقة فتاة معاكستها في الإسماعيلية. القبض على طرف مشجرة بالأسلحة البيضاء في المحلة بسبب خلافات الجيرة. ضبط متسول متحرش بسيدة داخل منزل مبنى مينا باص بمصر الجديدة بعد اعتراضه على تسولها. ضبط صانع المحتوى محمد عطوة بتهمة نشر فيديو يحتوي على ألفاظ خادشة تنافى مع القيم المجتمعية. قديم وتم إنهاء خدماته. مصدر أمني يوضح حقيقة خروج فرد الشرطة عن مقتضيات الواجب الوظيفي في تعامله. محمد ناجي ركبت أوبر والسواق صدم شاب ومات في المستشفى. ضبط المتهمين بالاعتداء على أجنبي لسرقته في الجيزة. حالة الفنانة وفاء مكي في واقعة سبل سيدة للمحكمة الاقتصادية. إليكم التفاصيل. اليوم محاكمة 10 مسؤولين بمستشفى 6 أكتوبر لاتهامهم بالتسبب في إصابة 75 مريض بالعمى. تستكمل محاكمة جناح الدقي اليوم. محاكمة 10 مسؤولين بمستشفى أكتوبر لاتهامهم بالتسبب في إصابة 75 مريض بالعمى. واستمعت هيئة محكمة جناح الدقي لمرافعة إلى النيابة العامة خلال جلسة محاكمة 10 مسؤولين مستشفى 6 أكتوبر للتأمين الصحي لاتهامهم بالتسبب في إصابة 75 شخصا بالعمى وفقدان البصر. وقال ممثل النيابة العامة خلال مرافعته 75 قصة ظلام وحكم بالإعدام البطيء. فهناك سيدة تتحمل قوت صغارها أصبحت تتحسس الحوائط، وعامل كان يخرج على قوت يومه أصبح ينتظر من يعاونه على الحركة. ووصف ممثل النيابة العامة تفاصيل قضية أي استهتار يحول غرف العمليات إلى مواطن للعدوى الجماعية كي يهنأ المتهمون بنوم، وقد تسببوا في جعل 75 شخص تحسسوا الحوائط. اليوم نظر تجديد حبس المتهمين بالاعتداء على صغير بالمرج. يمضي القاضي المعارضات بمحاكمة جنايات القاهرة جلسة تجديد حبس المتهمين تعدي على صغير وتصويره أعلى سطح قرب المرج. المتهمين بالتعدي على صغير. وكانت جهات التحقيقات بشمال القاهرة أمرت بسرعة ضبط وإحضار 3 متهمين هاربين تمام بهتك هرب صغير بسبب مشادة كلامية خلال لهوهم أعلى سطح عقار. وأسندت جهات التحقيق المتهمين تم تعدي الأرض المجني عليه 12 عام بأنهم تعدوا عليه وصوروه مقطع فيديو بهاتف مملوك لأحدهم بسبب مشادة كلامية خلال لهوهم أعلى سطح عقار بالمنطقة. تبعت تحقيقات المتهمين تربطهم علاقة صداقة جميعهم أقل من 18 عام وصوروا المجني عليه لإذلال نفسه.
اندلاع حريق في عقار مكون من 9 طوابق بالجيزة، والحماية الميدانية تحاول السيطرة. اندلع منذ قليل حريق داخل عقار سكني مكون من 9 طوابق بشارع محمد طايع المتفرع من شارع الإمراء بمنطقة التعاون فيصل محافظة الجيزة، حيث تبين أن النيران نشبت بالطابق التاسع من المبنى، ودفعت قوات الحماية الميدانية بعدد من سيارات الإطفاء، وتم فرض كردون أمني حول موقع الحريق لمنع امتداده بالأماكن المجاورة لإحكام السيطرة عليه. اندلع حريق داخل منطقة التعاون بفيصل، وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى رجل الحماية الميدانية بلاغا يفيد باندلاع حريق داخل منطقة التعاون بفيصل، وعلى الفور تم الدفاع بعدد من سيارات الإطفاء. تم فرض كردون أمني واتخاذ الإجراءات القانونية وجاري السيطرة عليه بتكلفة 20,000 جنيه، إخلاء سبيل مدربة الأسود لبى الأسحل في واقعة شبل المسرح القومي. قررت جهات التحقيقات إخلاء سبيل مدربة الأسود لبى الحلم في واقعة تعدي شبل على صغيرة بعد انتهاء العرض المسرحي بكفالة 20,000 جنيه. وتستمع جهات التحقيق بالعجوزة إلى أقوال والد الصغيرة المصابة في وجهها جراء هشوم شبل أسد عليها، تعود ملكيته لمدربة الأسود لبى الحلو في المسرح القومي بالعجوزة، حتى تم على الفور نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية المطلوبة. سماع أقوال والدة الصغيرة ضحية تعدي شبه المسرح القومي في عجوزة، شهد مقر البيت الفني للبيوت نون المسرح الشعبية المسرحية والاستعراضية بمحافظة الجيزة وقعة مؤسفة بعدما تعرضت صغيرة عمرها 3 سنوات للإصابة أثر هجوم مفاجئ من أسد صغير خلال جلسة تصوير بعد انتهاء العرض المسرحي. كشف مصدر في تصريحات خاصة القاهرة 24 أن المصور غير التابع للبيت الفني استأجر شبل أسد استخدمها في تصوير المواطنين مقابل مبالغ مالية، إذ كان يلتقط صور تذكارية للزوار بشكل متكرر. القبض على خلفية على ملكية منزل تنتهي بتعدي بعصا خشبية بين شقيقين في كفر الشيخ. كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدي على آخر بالضرب باستخدام عصا خشبية محافظة كفر الشيخ ومشاجرة بين شقين في كفر الشيخ. وبالفحص أمكن تحديد القائم على النشر، وتبين أنه تاجر وله معلومات جنائية ومقيم بدائرة مركز شرطة كفر الشيخ. وبسؤاله قرر بوجود خلافات بينه وبين شقيقه الظاهر بمقطع الفيديو حول ملكية منزل قام على صراع الأخير بالتعدي عليه باستخدام عصا خشبية دون حدوث إصابات. القبض على القبض على المتهمين بالاعتداء على شاب داخل محل عمله في بني سويف. كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله من مواقع التواصل الاجتماعي تضرر خلاله أحد الأشخاص من اصطدام قائد تروسيكل به عمدا والاعتداء عليه بالضرب حال وجود بالورشة محل عمله ببني سويف، وضبط مرتكب وقع والتعدي على شاب داخل محل عمله في بني سويف. قالت الداخلية ببيانها أنه في إطار كشف ملابسات مقطع الفيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضرر خلالها أحد الأشخاص من اصطدام قائد تروسيكل به عمدا والاعتداء عليه بالضرب حال وجوده بالورشة محل عمله ببني سويف. وبالفحص تبين أنه بتاريخ 8 أبريل الجاري تبلغ لمركز شرطة بابن مقيم بدائرة المركز تضرر من أحد الأشخاص سيدة مقيمين بدائرة مركز لاعتداءهما عليه بالسب والضرب
بعصا خشبية شومة والاصطدام به والتروسيكل وقيادة الأول عمدا لخلافات سابقة بينهم حول البيع والشراء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام.